السلام عليكم، اهلا، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غنحضروا حلوه رائعه جدا اللي هي لقمه القاضي او العوامه بطريقه جدا مبسطه وسهله، غتنال الاعجاب ديالكم. كتجي مقرمشه من الخارج ورطبه من الداخل. تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا المقادير والطريقه. يلا نبدا. اول شيء قبل ما نحضروا الحلوى غنحضروا السيرو او الشربات او القطر اللي غنسقيو به هذه الحلوى ان شاء الله. ضروري انه يكون جاهز وايضا يكون بارد. نوجدوه قبل عاد نبداو نحضروها ان شاء الله. غنحتاجوا الكأسين من السكر، حبيبات، ايضا كأس ديال الماء، وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الحامض. بالنسبه للكاس اللي عبرت به السكر هو اللي تعبروا به الماء. واستعملت كأس ديال الشاي، ويمكن لكم تستعملوا كاس ديال العنبه ولا كأس عادي فيه ما يعادل 110 غرام. كأسين من السكر نضيفوا عليه الماء، وغنوضع عصير الليمون الحامض. نوضع هاد الخليط فوق النار حتى كيعقد السيرو. الان مباشره غنمروا لتحضير الحلوى. ملي كنوضعوا السيرو فوق النار ضروري اننا نحركوه مره. المقادير غنحتاجوا الكأس هو ربع من الماء الدافئ، عندي هنايا كاس ما يعادل 110 غرام، ووضعت ربع كأس من الماء، ايضا كأسين من الدقيق والفرينة. الكاس اللي نعبروا به الماء هو اللي نعبروا به الدقيق. معلقه اللي خديت بها القياسات هي هذه، ملعقه طعام كبيره. غنحتاجوا المعلقه ديال السكر، معلقه ديال النشا اولا المايزينا، ايضا عندي هنايا القليل من الملح، تقريبا ملعقه صغيره، ملعقه كبيره ايضا من الخميره الفوريه، وملعقه كبيره من سكر الفانيلا. استعملت هنايا ما يعادل 12 غرام، يعني درت ساشي ونص من سكر الفانيلا. المقادير هنايا كلها عبرتها بالمعلقه الكبيره، ما عدا الملحه ناخذ معلقه صغيره، والطحين والماء. وهذه المكونات اللي غنحتاجو لتحضير الحلو. نضيف سكر الفانيلا، ايضا الخميره الفوريه، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره من النشا اولا المايزينا، وايضا السكر معلقه كبيره. وغنضيفو كاس وربع ديال الماء دافي. ضروري ان المقادير تكون مضبوطه باش هكذا الحلوه ديالنا تكون ناجحه. غنخلط الان غير بالخلاط اليدوي، غير هكذا باليد. خلط بهذا الفويل، نخلط هاد العناصر مع بعضها جيدا. يمكن لكم انكم تضاعفوا المقادير اكيد باش تحصلوا على كميه اكبر. ملي كنشوفوا ان المكونات انسجموا مع بعضهم جيدا، وباش تكون العجينه ديالنا ناجحه ضروري اننا نستعملوا الخلاط الكهربائي باش هكذا نخدموا العجينه ديالنا مزيان. ويمكن لكم انكم تستعملوا اليدوي، ولكن غياخذ منكم وقت كتير، وايضا ما غطلعش لكم العجينه كيف ما غتحضروها بالخلاط. كنحصلوا على واحد العجين اللي بهذا الشكل من بعد ما كنساليوه من الخلاط الكهربائي. جبت لكم السباتيل باش تشوفوا كيفاش كتجي دايره. هكذا كتجي دايره صافي. الان غنخليها واحد المده ديال ربع ساعه. العجين ديالي كيف شفتوا ما كتجيش ثقيله وما كتجيش خفيفه بزاف، ها هي دي بين وبين. والعجينه ديالنا ما كتقطعش. غادي نخليها مده ديال ربع ساعه ترتاح ومن بعد نرجعوا ليها. من الافضل انكم ما ديروش فيها يديكم باش تخدموها، من الافضل انكم تستعملوا ملعقه او سباتيل هكذا باش ما تلصقش ليكم في اليدين. نخليها ترتاح ربع ساعه ونرجع لكم.
بعد مرور ربع ساعة غادي نحركوها، نشوفوا العجين ونحركوه بهذا الشكل في نفس الاتجاه. هي دي العجينه ديالنا كيفاش كتجي دايره. صافي غادي نخليها مره اخرى ترتاح لمده ديال ربع ساعه. دونك في المجموع نص ساعه كنخليوها ربع ساعه، نحركوها ونخليوها ربع ساعه اخرى. دابا غادي نغطيها ترتاح ربع ساعه، ومن بعد غادي صافي نوجدوا الزيت باش نديروها طيب ان شاء الله. الان هي دي من بعد ما دازت ربع ساعه العجينه ديالي ارتاحت. خديت بلاستيكه ودهنتها بالقليل من الزيت باش هكذا ما تلصقش لينا العجينه. انا غناخذ العجينه كلها، هي دي كيف كتشوفوا معايا راها ارتاحت، شكلت فقاعات من الفوق وكتجي بهذا الشكل. هنا وجده الزيت الكافيه اللي غنديروا فيها الحلوى، وضعوها في مقله او في الطنجره اللي بغيتو نتوما. وهي دي البلاستيكه اللي وضعت فيها العجين، وايضا غنحتاجو مقص. غناخذ البلاستيكه ديالي هنايا وغنقطعها، وغنبداو بسم الله. غناخذوا بحال هكا، نبداو نخرجوا العجين ونعملوهم كرات. من الافضل يعني اننا نعملوهم صغار، وكيف ما بغيتو نتوما تحصلوا على الحلوى. انا غنقرب هنايا. سيروا اللي حضرت من قبل، وغادي نزيد نكمل باقي العجين اللي بقى لي. ملي كيدير لنا هكذا المقص كنديروه في الزيت ونوليو نقطعو. انا منقصه النار المقله الثانيه كتضرب بسرعه على المقله الاولى. الشكل النهائي ديال الحلوى هو هذا. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، سهله وسريعه في التحضير، ما كتاخذش وقت كتير، فقط نخليوها ترتاح وغتحصلوا على نتيجه مرضيه ان شاء الله. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.